السلام عليكم متابعينا الكرام. كشفت الدكتورة مها غانم رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية إن غاز أول أكسيد الكربون يعمل على تخليص الأكسجين ويعطل كرات الدماء الحمراء وعدم توصيل الأكسجين للجسم، ويبدأ الأعراض لعدم التنفس ودوخة خفيفة واضطرابات في القلب، وتحدث إغماء، ويجب عمل إفاقة كاملة سريعة. وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على فضائية الأوتي اليوم الثلاثاء إنه لا بد من إغلاق مصدر الغاز بشكل سريع وعدم غلق شباك الحمام بإحكام، كما إن هوايات الغاز لا بد من فقدها وعمل فحص على كل الشعل للبوتاجازات للتأكد من سلامتها، وعدم وجود تسريب، وعدم غلق الهوايات لعدم وجود أي تسريبات للغاز. وتابعت: لو حدثت دوخة للشخص وهو في الحمام بسبب الغاز، عليه غلق الغاز فورا وفتح أي شباك للتهوية بسرعة لعدم حدوث أي تسمم بغاز أكسيد الكربون، ويحدث اضطرابات لعضلة القلب، مشيرة إلى أنه لا بد من صيانة جميع الأجهزة التي تعمل بالغاز بشكل مستمر لعدم وجود أي تسريب للغاز من خلال الهوايات والأنابيب والخراطيم. وأكملت: لو الشخص أصيب بدوخة من آثار إصابته بغاز أكسيد الكربون ويشعر بأنه منتبه ويحاول عدم بلع لسانه وفتح أي شباك في الحمام ومحاولة إفاقته بشكل سريع، ولو لم يستجيب للإفاقة لابد من نقله إلى أقرب مستشفى ونقله في سيارة الإسعاف بشكل سريع. من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك المزيد.